دلوقتي هنعرف هو الراجل بيحب ايه من الهدايا. يعني لو حبيتي وجبت ورد هيفرح ولا هيقول لك شكرا يا هانم؟ تعال اقول لكم على طول الهدايا اللي بتدخل قلب الراجل وتخليه يقول الله. وقبل اي حاجه صلوا على النبي معايا. اول نوع من الهدايا الحاجات العمليه، لان الراجل بطبعه بيحب الحاجات اللي بيستخدمها كل يوم. يعني قميص شكله شيك او جاكيت مناسب او شوز ستايل، الحاجه اللي اول ما يلبسها يلاقي نفسه انه مختلف. يعني هديه زائد فايده تساوي فرحه حقيقيه. تاني نوع من الهدايا التكنولوجيا. الراجل عنده نقطه ضعف في اي حاجه فيها زراير وانوار، زي ساعه جديده او باور بانك او سماعه سمارت. اي حاجه تتعلق بالتكنولوجيا الصغيره كده، اللي هو اول ما يفتح العلبه يلاقي جهاز بيشحن وينور. خلاص كده بقى أسعد واحد. ثالث نوع من الهدايا الهوايات. يعني لو بيحب يلعب كورة ممكن تيشيرت بلون الفريق المفضل بتاعه، ولو بيحب الجيم تبقى شنطة رياضية أو أي اكسسوار للتمرين، ولو بيحب القهوة مج صغير لطيف كده أو مكنة صغيرة. والفكرة هنا إنك توريه إنك مركزة في تفاصيل، وده بيكون مهم بالنسبة له أهم من الهدية نفسها. رابع نوع من الهدايا المفاجآت الشخصية. يعني ألبوم صور صغير يكون فيها لحظاتكم الحلوة، طبعا لو متجوزين، او كارت صغير فيه كلمات حلوه منه. الراجل وقتها ممكن ما يبين قد ايه اللي النقطه دي فارقه معاه، بس جواه حقيقي بيفضل فاكر وشايلها في حته تانيه خالص. خامس نوع من الهدايا التجربه مش الحاجه. يعني مش شرط تكوني ماسكه علبه في ايدك علشان تديها له كهديه. مثلا ممكن تديله تجربه عن خروجه مختلفه، مكان مختلف او رحله مختلفه. وطبعا ده برضو لو متجوزين. الراجل ساعات بيفتكر اليوم اللي عاشه اكتر من اي هديه ماديه. يبقى الهدايا اللي بيحبها الراجل مش لازم ابدا تكون غاليه، اهم حاجه تبقى نابعه من فهمك ليه، لان الهديه بالنسبه له هي رساله: انا شايفاك وبفكر فيك. لو الافكار دي حلوه شاركوا المقطع ده مع اصحابكم واعملوا لايك ومتابعه، واستنوا المقطع الجاي عشان هتكلم في مواضيع تهمكم جدا.